في دراسة بتقول إن كل واحد فينا بيقابل في يومه العادي مش أقل من 4 قتلة من غير ما يعرف إنهم قتلة. فكرة مرعبة صح؟ خصوصاً لو تخيلت معايا إن السواق اللي كنت راكب معاه وبتتخانق معاه عشان مش راضي يشغل التكييف لسه قاتل مراته من ربع ساعة. ده مش بعيد يكون حاططها في شنطة العربية ومستني يوصل حضرتك بالسلامة وبعدين يرميها في النيل. الاستنتاج المرعب أكتر بقى إن زي ما في قتلة عايشين وسطنا إحنا لسه ما نعرفش حقيقتهم، لازم بالضرورة يكون في ضحايا محتملين لسه هيتقتلوا، ومش بعيد تكون حضرتك واحد منهم. بطل موضوعنا اسمه قذافي فراج، شاب محترم ومهذب، عينه دايما في الأرض وصوته واطي، بشهادة كل اللي يعرفوه كان خجول زي البنت البكر. طب ازاي حد بالمواصفات دي ويقدر يقتل؟ سنة 2015 بدأت حكاية فراج. كان ليه واحد صاحبه عشرة عمره متربيين مع بعض، صاحبه ده كان اسمه رضا وشغال مهندس في إحدى الدول العربية، يعني معاه قرشين. قذافي قدر يقنع صاحب عمره إن يجيب القرشين دول ويحطهم في مشروع عشان يجيبوا قرشين تانيين. طب ايه المشروع ده يا عم قذافي؟ قال له احنا نفتح سلسلة مكتبات أو نشتغل في العقارات. حلو؟ لا مش حلو، لأن بعد ما رضا حط تحويشة عمره مع صاحبه في المشروع فشل واتنصب عليه، مكسبش ولا مليم. رضا طبعا مسكتش وعمل له دوشة وطالبه بالفلوس. قذافي بقى يقابل كل ده ازاي؟ بكل هدوء وبرود، وعمل اللي محدش يتوقعه. بدل ما يتخانق مع صاحبه أو حتى يضربه، عزموا على العشاء في شقة بولاق اللي كانت في الدور الأرض. وراح رضا، لا راح حرفيا. بعد ما اتعشى وشرب الشاي وقعد اتصافى مع صاحبه بدأ يحس بمغص، بطنه بتتقطع، لسه هيفتح بقه عشان يلم الناس. صاحب عمره كتم نفسه وبعد كده شال البلاط وحفر تحته ودفن صاحب عمره. لكن هيعمل ايه بقى مع الشرطة وأهل رضا اللي أكيد هيدوروا عليه؟ عشان يبعد الشبهة عن نفسه خد موبايل رضا وبعت منه رسالة بيقول فيها الحقوني انا اتقبض عليا، وقفل الموبايل للابد. مراته عرفت باللي حصل، خافت على نفسها لحسن يقتلها هي كمان، وزي اي راجل رومانسي محبش يجيب لمراته تراست ايشوز، عمل لها سهره حلوه واكد لها ان اللي حصل ده غصب عنه وان هي حاجه تانية خالص. بعد ما تعشوا وشربت العصير من ايده اللي كان فيه السم، كده معانا جثه في شقه بولاق وجثه في شقه الهرم، وده مش صح. طب ازاي بقى ينقل مراته من شقه الهرم لشقه بولاق؟ فضل شايلها في الديب فريزر وسط أكياس البانيه والبسلة المجففة، وفي نفس الوقت بيدور عليها مع أهلها. بس بعد ما الدنيا هديت جاب عمال نقلوا الديب فريزر باللي فيه من شقة الهرم لشقة بولاق، وهناك دفن مراته جنب صاحبه. ودي كانت البداية. وبعد ما قتل مراته حب يموف اون، راح يخطب واحدة جديدة، بس مش أي واحدة، ده ساب بنات الدنيا كلها وراح يخطب أخت اللي كان ماشي معاها. فاكر نفسه هياخد عرض من سوبر ماركت، اخطب واحدة وخد التانية هدية. بس البنت ما سكتتش، قالت له يا كزفتي يا انا مفيش اصل ما عنديش في الحب هزار. قال لها بقولك ايه، تعرفي شقة بولاق؟ طب هيعمل ايه في اهلها دي كمان اللي هيدوروا عليها؟ بعت لهم رسالة من موبايلها بتقول انها هربت لدبي مع مخرج وعدها انه هيتجوزها ويشغلها في الاعلانات. ومن هنا بدأت مسيرة قذافي الإجرامية. قذافي بعد كده انتحل شخصية صاحبه رضا وزور أوراق تثبت إن الباشمهندس رضا، وسافر لإسكندرية وفتح محل أجهزة كهربائية عشان يبتدي حياة جديدة. بعد فترة لقى نفسه إنه معاه فلوس وعنده شغل ثابت وبيت. قعد يفكر أنا إيه اللي ناقصني إيه اللي ناقصني، لقى إنه محتاج يتجوز واحدة ويقتلها. كانت في واحدة شغالة معاه في المحل، قدر يقنعها إنه بيحبها بس محتاج منها 45,000 جنيه واديته الفلوس. وبعد فترة حست انه بيشتغلها فبدأت تطالبه بالفلوس. الله والله انا اشتريت بفلوسك بضاعة، عايزة تاخديها؟ تعالي معايا المخزن. ولما وصلوا المخزن اكتشفت البنت انها عايشة اسوأ كابوس في حياتها، وان اللي دخلت معاه المخزن ده سفاح. عاشت لحظات من الرعب، كانت بتتمنى فيهم انها مش بس تسيب 45,000 جنيه دي، تسيب اي حاجة في الدنيا عشان تنفد بحياتها. حاولت تهرب منه لكن طبعا كان اقوى منها، قدر يحكم قبضته عليها ويقتلها. وبعد كده نقلها هي كمان لشقة بولاق، وبكده تبقى دي الضحية الرابعة. قذافي بعد كده غير اسمه وبياناته أكتر من مرة، وكان معاه 7 بطايق مضروبة كلها بشخصيات مختلفة، واتجوز جوازات بعدد البطايق دي. آخرهم كانت صيدلانية وأبوها جواهرجي. دي بقى اللي جابت آخر، حصلت خلافات بينه وبينها، راح سرق فيلة أبوها والكاميرات سجلت السرقة دي.
واتقبض عليه. لما اتقبض عليه كان شايل اوراق هوية رضا وكان معروف باسمه. في نفس الوقت اهل رضا كان لسه بيدوروا عليه، فالاسم بعت لهم اخطار ان ابنهم مقبوض عليه في قضية سرقة. راحوا يشوفوه معاهم المحامي، لقوا انه ده مش رضا ابنهم، ده قذافي صاحب ابنهم. هم اصلا كانوا متهمينه قبل كده انه ورا اختفاء ابنهم، بس الشرطة ما لقتش ادلة ضده. فلما اتمسك ببطاقة رضا ومنتحل شخصيته ما كانش قدامه طريقة للإنكار، خصوصا انهم ظبطوا معاه ال7 بطايق المزورة وقسايم جواز كل اللي اتجوزوا. وبعد الضغط عليه ومواجهته بكل الأدلة اعترف بكل حاجة. الغريبة بقى انه لما اعترف بكل هدوء، ما كانش باين عليه اي تأثر. ده حتى لما اتقبض عليه امه كانت منهارة وبتعيط، طبطب عليها وقال لها تزعليش ياما، ما حصلش حاجة، هما اللي كانوا يستاهلوا. بقول لك ايه؟ ايه؟ في ايميل جالك من الشركه اللي كنت مقدمه فيها، بيقول انك اتقبلتي. بجد؟ طب ما قالوش هشتغل في انهي فرع؟ فرع بولاق. ولا لا، متشكرة يا اخويا، اقعد في البيت احسن.